السلام عليكم طفيلات، شحالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى عنكم تعودوا بخير وعلى خير، ونتمنى عنكم تعودوا غلبتوا رمضان ومغلبكم. وصراحة كنعتذر على هذا الغياب، أنا كل فيديو اللي نتم نقول لكم كنعتذر على الغياب. فعلًا عني والله العظيم إلا باغية نصور، ولكن ماشي ما كندير الوصفات والله يوميًا الحمد لله الوصفات ما شاء الله. هي غير يعني هذاك الوقت ديال التصوير وهذا ما عرفتش ما عرفتش واقع بيني مع التصوير، ما تليتش كنقد نصور نهائيًا، رغم أنني كنوعى كنقول اليوم غنصور. كنلقى راسي لحق الفطور ما صورت والو، حتى التصويرة عادية ما تليتش كنصورها. المهم بلا ما نطول عليكم، اليوم إن شاء الله غنشارك معكم رايب منزلي ولا يوغورت. أول شي هون طفيلة شديت واحد نص لتر ديال الحليب درتو في كاسرونة ولين نديرو يفيض. ولين نقبض ملي على الزر لين ندير ساشية ديال الفاني، ولين ندير واحد اليوغورت ديال الفاني، ولين ندير هو دانون ديال الفاني ولين ندير ملي نص لتر ديال الحليب. واحد الملاحظة ضروري عن هاد الحليب يعود غير ديال الشكاوي ولا العادي، ما يعود داك الحليب المعقم. يعني سليم والله، وما يعود حتى حليب طبيعي، لأني صراحة ديجا سبق لي جربته بالحليب طبيعي، يعني حليب البقار ولا الحليب الشياه ولا بحال هاك، وما نجح معايا. فمن الأفضل عنكم ديروا حليب ديال الشكاوي. هون كيف شفتوا معايا درت زانون وفاني ونص لتر ديال الحليب كنخلطهم مزيان حتى كتنسجم عندي هادوك المكونات. وفوق البوطة رانا دايرين هداك الحليب الثاني كيفيض. المهم كنستمر في التطريب حتى كينسجموا هاد الخليط هذا يذوب عندي، هداك دانون وحتى داك الفاني يذوب، ومن بعد اللي نتخطاو باش تشوفوا بقية الوصفة. وها الطفيلات غنشد هذاك الحليب البارد اللي نضيفو على الحليب اللي دفينا، كنضيفوه شوي بشوي، يعني غنديرو شوي ونحركو، ياك نعودو نضيفو باقي يعني بشكل تدريجي. من بعد طفيلات كنجيب كيسان ديال اليوغورت ولا أي كيسان عندكم، ممكن ديروا غير كيسان عاديين، غير هادو صراحة زوينين فيهم مغطاية ديالهم. هادو كنت حكمتهم من صاقة. للإشارة الطفيلات راه صاقة ممكن تكوموندي عندهم من السيت، يعني اللي ما عندها صاقة في دشرتها ممكن. أنا هادو قبال جاوني باغ كوموند، يعني كومونديت من الموقع الإلكتروني ديالهم وجاوني إلى بلدي، وراه الثمن ديالهم رخيص قبالة. ما بغيت صراحة نقول ثمن، إلا دخلوا نتوما تكتشفوه بيا. خلقة التاجرات اللي كيعاودوا فيهم البيع ومن اللي باغيين نخسر لهم تجارتهم، بطبيعة الحال اللي عادوا كيبيعوا بثمن اللي معقول. المهم هون كيف قلت لكم راهم مغسولين وناشفين، يعني ما ديروهم فيهم الماء يعودوا ناشفين. كنعمر الكيسان القدر اللي بغيتو. هون لين نغطي هادو الكويسات باش لين نتخطى المرحلة اللي عقب هذه. راهو كاين نوع ثاني الطفيلات ديال الكيسان، درك لينا نعسولكم باش تشوفوه. يعني لا تنسرطوا فيه. هذاك راهو كينباع في السوق. المهم صراحة أنا كنفضل هذا اللي مغطيته كتعود رقيقة لأنها عملية. هذا النوع الثاني اللي شفتو معايا دريك هون راهم بصراحة هما نفس الكيسان، غير الفرق كاين في المغطاية. هذا اللي مغطيته غليظة، بصي فاش كتقلعي المغطاية يوجعو كاع صباعك، يعني حنا اللي كبار كاع التريكات الصغار اللي عدتو معدلينهم هذا اليوغورت في الدار. فمهم أنا هون غير اخترت نطرق لهذه الملاحظة وننعت لكم الفرق من بينهم. هاذوك اللي مغطيتهم رقيقة هما الأفضل. المهم كتجيبوا شي بانيو شي قميلة شي كوكوت اللي بغيتو. أنا هون شديت هاد البواطة هادي، هي اللي ندير فيها هادو الكويسات، وباش نروبوهم
وراكم اللي تشوفوا معايا باقي المراحل. المهم غير واحد الملاحظه، الطفيلات اللي ياسر من الطفيلات كيقولوا لي ما تليتي كتطرحي وغبرتي. راني انا كنحاول هاد الايامات نطرح، غير مع الاسف الاشعارات ما كيلحقوا الناس معايا، يعني اللي معايا في الدار كيقولوا لي ما لحقنا فيديوك. فحاولوا تقلعوا، بطبيعه الحال الا عرفتوا مهتمين وفضلا وليس امرا تقلعوا زر الاشتراك وتعاودوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. وضروري الطفيلات تخلوا تعليق ولايك باش اليوتيوب يعرف عنكم مهتمين بالمحتوى وتولي لحس فيديو جديد يلحقكم. ضروري تخلوا لايك وابوني، تخلوا لايك وكومونتير وتحيدوا ابوني وتعاودوا ديروها باش اي فيديو نطرح يجيكم. هون طفيلات شديت المفايض فيضتو، يعني لاحق لدرجة الغليان، ولين نكبوا لين يلحق النص ديال الكيسان. يعني تعودوا دايرين بحسابكم نتوما على حسب هذيك البانيو ولا القميله ولا البواطه اللي معدلين، المهم حسب كيفاش درتوهم نتوما. انا صراحه بحال هكا جاوني عمليين مقفول عليهم، ما مرقله ما لا شيء. ولهين نجيب فوطه ولفلفهم مزيان، لفلف هذه العلبه. ممكن ديروا المهم اي شيء بحال هكا اللي غليظ، مانطه، فوطه، اي شيء غليظ، وتغطوا هذا الريب وتخلوه يبات ليله كامله الى نهار ثاني وديروه في الثلاجه. والله عليه تعدلوه بكري وفي الليل اللي ديروه في الثلاجه. اغلبيه صراحه دريك كيبغي يعدل بحال هكا يوغورت يسحر به والله يتعشى به. وممكن ديروا حتى قوتي للتركه الصغار. والطفيلات اللي نشارك معكم بحكم عني ذكرت التركه الصغار اللي نشارك معكم ان شاء الله شوكولاته نوتيلا في الدار. كيجي بحال نوتيلا ديال برا وصحي وبدون مواد حافظه وبدون يعني اشياء مهم اشبه من ذاك اللي كينباع في الزنقه. وكيطيح حتى ثمنه رخيص، يا غير كاع ما العله في الرخص العله لا في يعني شي معدلتيه بيدك وعارفه اش فيه. وهون طفيلات راهو النهار الثاني منين صافي بات عندي هذا اليوغورت ليلة كاملة برا. نهار ثاني درك ليه نقلعوه وياك نعود نديروه في الثلاجة. وهون الطفيلات اللي نديرو في الثلاجة يلين يبرد 3 سوايع ولا 4، ونعود ديك الساعة نقدمو بحال هاك التركة ولا بغيتو تناولوه في السحور. ممكن ديرو فوق منه الكولي ديال الفريز ولا ديال المونغ ولا المهم اي فاكهة. ممكن تقطعوا الفروي وتزيدوه عليه ولا ديروا داك السيرو كلهو، يعني كلهو واش باغي يعدل به. فكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، ونتمنى عنها تعود نالت اعجابكم واستفدتوا منها، ولو عنها بسيطة وياسر منكم يعرفها غير بعد خسرت تكون نشارك معكم شي، خصوصا الطفيلات اللي مبتدئات. وني بكم ودرك نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم.